لو جربتوا الفراولة البيضة وعجبتكم جربوها في سلطة هتعجبكم أكتر. من أكتر السلطات اللي بحبها هي السلطات اللي فيها فراولة، فقلت لازم أجربها بالفراولة البيضة. طعمها حلو جدا، قريبة جدا من الأناناس وفيها سنة فانيليا. لما ضفتها على السلطة مع الفراولة العادية عملت ميكس حلو قوي ونكهات مختلفة، خلى السلطة بجد أحلى سلطة فراولة دقتها في حياتي. كنت عايزة أضيف خضار وفاكهة يليقوا مع طعم الفراولة، فضفت حرنكش بما إنه الموسم بتاعه، فجل أحمر علشان يدي قرمشة ويكون خضار ليه طعم في السلطة، وسلطة فراولة يعني جبنة، ضفت جبنة سوري ولوز محمص. ومكونات السلطة دي كلها هتعمل ميكس حلو مع بعض لما نضيف لها دريسنج من جرين هاوس، خفيف ولذيذ وفيه فراولة ولوز، مكونات كلها طبيعية، وكل المكونات دي آمنة جدا للأطفال، أهم حاجة ما يكونش عندهم حساسية منها. والسلطة دي تنفع جدا لرمضان، هيكون خفيف جدا على السفرة بعد يوم طويل من الصيام. جربوا تعملوا السلطة ودوقوها لأطفالكم وقولوا لي عجبتهم ولا لأ، وقولوا لي ايه اغرب حاجه ممكن تكونوا حطيتوها على سلطه. واستنوا الفيديو اللي جاي، هنعمل فيه وصفات اكتر بالفراوله البيضاء. خمنوا الوصفه اللي جايه ايه، وبالهنا والشفا.